السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هقص الكول اوفيسيه، وده اكثر استخداما في الفساتين السواريه. انا عندي فستان سواريه اهو مقصوص، الكم بتاعه كم باف، فانا عايزه اركب للحردة الامامية والخلفية كول اوفيسيه. هقصها ازاي؟ اول حاجة ان انا بقيس الاول الدوران الحردة الامامية والخلفية معا، فممكن احط الفستان بالطريقه دي بحيث ان الخلفي الاتنين مع بعض اهو، بمسك بايدي الشمال الاتنين الخلفيين وادي نص الامامي واقيس، احط رقم 1 هنا وهشد القماش الطبقتين مع بعض، هيطلع لي مثلا 21. يبقى المفروض ان انا هقص الكوله كلها 42. تمام، 42. ولازم تزودي 2 سنتي من ناحية اليمين لتقفيل الخياطات و2 سنتي من ناحية الشمال لتقفيل الخياطات. فأنا قصيت مثلا اهو المستطيل 42 سنتي مع مراعاة 4 سنتي زيادة، 2 يمين و2 شمال زي ما احنا شايفين كده. أنا عندي ده مستطيل، هنا العرض بتاعه 10 سنتي، لأن هو هيتني، لما يتني كده هيبقى 5، وهناخد 1 سنتي في الخياطة، فهيبقى الصافي بتاعي اللي قدامي 4 سنتي. تمام، ادي المستطيل اهو، مستطيل عرضه 10 سنتي. بعد كده تنيت القماش على 2 بالطريقة دي، وبحط علامة بالطباشير عند منتصف، عند خط النص بالظبط، بنصص المستطيل بتاعي. تعالوا نشوف الباقي على المكنة. دي كده باجي 1 سنتي يمين وبعمل فرماتورة، 1 سنتي شمال وبعمل فرماتورة، بحيث ان انا يتكون عندي شكل 7. بخيط كده 1 سنتي يمين 1 سنتي ناحية الشمال. شوف على المكنة. انا تانية القماش كده على ظهره، هبتدي اخيط ال7 اللي احنا رسمناها بالطباشير. قلنا 1 سنتي يمين و1 سنتي شمال اهو كده. هعمل فرماتورة في البداية طبعا عشان ما يفكش مني، 1 سنتي يمين وعاملة فرماتورة. تمام، وقص هاجي هنا كده واخيط خط مستقيم مائل برضو عشان يديني شكل ال7 اللي في النص دي. فرماتورة في البداية، فرماتورة في البداية، نعمل زي ما احنا متعودين اي حاجة بنخيطها، بنعمل فرماتورة في البداية وفرماتورة في النهاية عشان الشغل بتاعنا ما يفكش اهو كده. فرماتورة في النهاية. انا كده خيطت شكل ال7. هقص بقى، هقص دي كده، هقص دي وحديها كده كده، كأني فصلت الكولة على جزئين. تمام، شكل ال7 اهي. هنقلب دي، طبعا كل ده هيتعمل له اوفر فمفيش مشكله في التنسيق. هنخيط دي كده، المفروض ان انا هكوي هنا وهكوي هنا، ماشي، وبعد كده اخيط دي لوحديها. برضو عملت فيها فرماتورة في البداية والنهاية كده. خيطت على وش القماش، وهنا هنخيط دي برضو لوحديها، نفس الكلام اللي عملناه في القطعة دي هنعمله في القطعة دي. بعد كده هنكوي نشوف شكلها وهي مكوية.
خلصنا كده مكوى. احنا هنحط القطعة اليمين على القطعة الشمال وهنعمل فرماتورة في النص كده، هيتكون عندي شكل السبعة المطلوب. كده بقى خلصت الكولا، باقي بس ان احنا نركبها على الفستان. هي عندي حاجة الرقبة اهي بتاع الفستان. بشوف اول حاجة خط منتصف الامامي، ده خط منتصف الخلفي هو اللي هو المفروض هيركب فيه سوسته، وده منتصف الامامي. يعني هعرفه ازاي؟ ان انا احط الكتف على الكتف بالشكل ده، وهنيجي في النص الامامي بالظبط ونروح حاطين علامة كده بالطباشير عشان السبعة دي تظبط في المكان الصحيح. عرفنا ازاي؟ نحط الكتف على الكتف ونعلم علامة. الكورة دي المفروض تبقى وشها كده وتبقى لفوق، يبقى انا اخيطها لتحت واقلبها. اخيط اول حاجة لازم تظبط السبعة ان هي تيجي في المكان الصحيح. كده انا عندي شكل السبعة اهو. باقي ان انا بس ان انا اشطب الاطراف. ادي شكل السبعة اهو يا جماعة اهي لما ركبت في الدوران. باقي ان انا اشطب بس ايه الاطراف بتاعة الكولا. يعني انا عندي اطراف زي كده، ادخل الاطراف لجوه، وانا عندي زيادة ممكن عندي مثلا زيادة سنتي او سنتي ونص زيادة، ممكن نقص الزيادة كده. شطف الاطراف عشان يبقى شكلها نظيف، لازم الاطراف دي تدخل لجوه. هعمل برضو فرماتورة في البداية والنهاية. كده نفس الكلام اللي عملته هنا هعمله هنا. هنا انا عندي زيادة كتيرة، هنا في خيطين او 3 خيطات لازم يتحطوا عشان اقدر ادخل الاطراف لجوه. فكينا ندخل بقى الاطراف كده
هعمل فرماتورة في البداية، فرماتورة في النهاية. كده احنا خلصنا الكولا خالص، مش باقي غير ان هي هيتعمل لها اوفر من جوه، لان الاوفر هيشيل كل التنسيل وهيشيل كل الخيوط الزياده دي. طبعا عارفين ان مكنه الاوفر فيها سكينه بتشيل كل الزيادات اللي جوه. ادي شكل الكولا، الشكل النهائي للكولا وهي راكبه على الفستان اهو. فيها 7 في النص والشطاط، الاطراف الداخليه بتاعتها لجوه كويس. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. بنحط كوبشه في النهايه، كوبشه سلك. ده شكل الكوبش السلك يا جماعه اهو، كوبش سلك من النوع ده. بحط كوبشه من فوق هنا وكوبشه من تحت عشان يبقى قفلت من فوق وقفلت من تحت. وغالبا الفستان سواريه بالشكل ده. الطرحه نظام ان الطرحه المحجبه مثلا بتحط الطرحه من جوه عشان شكل الكول الجميل ده يبين. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ومتنسوش اللايك.